هل تعلم أن المسؤول عن نجاح لامين يامال ليس والده ولا حتى والدته، بل جدته فاطمة؟ يقول يامال: أنا لا أساوي شيئا من دون جدتي، لولاها لما كنت لاعبا محترفا. الجميع الآن أصبح يعرفني، ولكن لا أحد منكم يعلم ما مررت به في طفولتي في وقت لم يقف أحد بجانبي. جدتي هي من ضحت بكل شيء من أجلي. كلماته الجريئة تفتح لنا نافذة عن قصة ملحمية تحكى بين أجيال. في لحظات عاصفة من طفولته كانت فاطمة السند الذي لم يتخلى عنه أبداً. في قلب هذه القصة نجد فاطمة، المرأة المغربية التي واجهت المستحيل وعبرت البحار إلى إسبانيا بعد طلاق والده المغربي منير نصراوي وأمه شيلا إيبانا التي تنحدر من غينيا الاستوائية. في هذه الفترة الصعبة عاش يامال داخل أجواء الصراع بين والديه وانشغالهم بمشاكلهم، لكن الجدة فاطمة لم تتخلى عن الطفل الصغير، وكانت بمثابة صخرة الأمان في حياته وملاذه الوحيد وسنده. تبني مستقبله بحب لا يوصف، إنها أكثر من مجرد جدة، كانت قائدته. في كل تدريب كانت تشجعه وتزرع فيه قيم الإصرار والشجاعة. عندما انضم إلى أكاديمية لا ماسيا كان تألقه يبنى على أسس الحب والتضحية التي قدمتها فاطمة. نجاح لامين في بطولة اليورو لم يكن صدفة، بل تتويجاً لرحلة مليئة بالتحديات والانتصارات. تألقه وقيادته لمنتخب إسبانيا ورفعه للكأس كان انتصاراً تفتخر به فاطمة. الصغير يدرك أن كل خطوة ناجحة خطاها كانت بفضلها. إنها القوة الخفية التي صنعت المعجزة. لامين يامال الآن ليس مجرد لاعب موهوب، بل هو تجسيد لقصة نجاح ملهمة صنعتها يد جدته بصلابة وحب، وأثبتت كيف يمكن للحب والتضحية أن يحولان شخصاً عادياً إلى بطل يحتفي به العالم.